الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مباركة، وإن شاء الله يدخل علينا رمضان في أحسن الأحوال، وتكون الأمة العربية إن شاء الله تتنعم بواحد السلام، وهاد الهدنة إن شاء الله ممكن تصفى فيها الأجواء ديال الإخوان. حنا عرفتو علاش كنتكلمو، لأن صبحوا بعض الأسماء ديال شي دول اللي فيهم هاد النزاعات ولاو كيديروا مشاكل في اليوتيوب أو في الفيسبوك. حنا دائما الحوار ديالنا كنتناولوا فيه الموضوع اللي كيهمنا حنا كمغاربة، والقضايا اللي كتهمنا حنا. القضية الوحيدة اللي عندنا فيها مشكل مع الجيران وهي الصحراء المغربية. الصحراء المغربية اللي هي القضية الكبرى اللي كتمثل، أو المغرب كتمثل ليه بالنسبة ليه قضية مصير. كيف ما جا في الأثر في التاريخ أن بومدين الرئيس الجزائري قال، كيف ما كنعرفوا الرؤساء ديال الجزائر يعني كلهم كيكنوا الحقد للمغرب، الا بعض يعني الفرد او الفردين اللي كانوا دازوا، راه المصير ديالهم عرفناه فين وصل، الاغتيالات. بومدين قال ان غادي يدير حجره في الصباط، يعني غادي يدير المغرب حجره في الحذاء او في الصباطه. كيفاش حجره في الحذاء؟ يعني فاش كتلبس، ما كاينش فينا اللي ما وقعش في هذا المشكل هذا، ولكن عادي انك تلبس الصباط ديالك وكتلقى شي حجره رقيقه في الصباط ديالك، كتعطر لك المشي وكتزعجك وكدير لك مشكل، مع انها صغيره ولا يعني لا تساوي شيئا. هكذا يعني بومدين قصد انه يدير هذه المرتزقه في عثره ديال المغرب، حتى انه يعني يعطلوا على التنميه ديالو. الان تبدلات الامور، وصبحنا كنشوفوا ان الحذاء الجزائري هو الذي تعثر بهذه الحجره الصغيره او هذه الحصى. الجزائر ولات عندها البوليزاريو، هي الحجره اللي في الحذاء ديال الجزائر، بمعنى ان القضيه اللي كتناضل من اجلها هذه العصابه والجزائر انتهت للابد، انتهت قانونيا. والان المشكل اللي بقى او اللي بقى للجزائر هو ان هذه الجماعه وحلت لها في راسها، هذه المرتزقه صبحوا هما الحجره اللي غادي تعطل، وكيف ما هي عطلات من قبل التنميه الجزائريه، لان كان تصرف عليها الاموال الطائله من اجل انها يعني تزعج المغرب وتقسم المغرب. صبحت الان اللي كيف ما تنقولوا بالمثل ديالنا الدارجه، اللي حفر شي حفره اخيه المسلم كيسقط فيها وتيطيح فيها هو. المغرب عرفناه بان هذه السنه ترأس او خدا منصب رئاسه حقوق الانسان في الامم المتحده. المغرب دابا غادي يلتجئ لبعض القضايا اللي كتهم الشأن الافريقي، ومنها هاد المرتزقه او المحتجزين، الاخوان ديالنا اللي محتجزين في تندوف اللي اصبحت دويله صغيره العصابه، وها هي الان اصبحت تقاسم الجزائر الارض، ومازال ان شاء الله غادي تلقى معها مشكل اكبر من هذا. تجنيد الاطفال غادي يكون هو الموضوع
اللي غادي تناقشوا المغرب في الامم المتحده وفي هذه الجمعيه ديال حقوق الانسان حقوق الطفل. كنعرفوا بان البيدوزاريو كتجند اطفال صغار بمجرد ما يوليو تيوقفوا على رجليهم، يعني كتديهم لكوبا او لبعض الدول جنوب افريقيا او لكوبا باش تجندهم، باش تدربهم على حرب العصابات. يعني ما كتحترمش هذه جماعه ارهابيه اللي كتجند. شفنا هاد العصابات حتى في يعني شفناهم في افريقيا، شفنا بعض الجماعات اللي هي كتجند هاد الاطفال الصغار وكتقطع عليهم الايادي والارجل ديالهم. شفناهم ان اللي تمرض في هاد الاطفال وشفناهم مبتوري الاطراف. يعني المشكل ان هاد الجماعات الارهابيه كيستمدوا يعني التعليمات من بعضهم البعض. تيندوف اللي هي من الأراضي المغربية اللي كنعرفوا القصة ديال الصحراء الشرقية أنها مقتطعة من المغرب، وهذا يعني كان في أيام أو ضريبة خلصتها المغرب على الدفاع ديالها عن الجزائر. فرنسا اقتطعت الصحراء الشرقية اللي منها تيندوف. المغرب لغى المنطقة العازلة اللي كانوا كيسميوها هاد المنظمة، هاد الجبهة الإرهابية، جبهة الوهم، كتسميها أنها الأراضي المحررة. ما بقاش هاد المصطلح كيتداول، ولات حدود لصيقة مع الجزائر. يعني إذا أصاب المغرب كيف ما قلنا إلى كان شي اعتداء فكنسميو أن الجزائر هي اللي اعتدت، تولي كلام آخر وهضرة أخرى. ويعني لأن الجزائر حنا كنعرفوا بأن كانت كتأيد هاد الجماعات هادو باش يديروا حرب من خلال هاد المنطقة العازلة، باش ما يتسموش أنهم ضربوا المغرب من الأراضي الجزائرية. وهذا الملف تيولي ضائع. الآن المغرب حذف المنطقة العازلة، وإلا كان شي هجوم إرهابي من الأراضي الجزائرية فالجزائر هي اللي كتحمل المسؤولية الكاملة أمام يعني القضاء الدولي والمجتمع الدولي. كيف ما عرفنا كما قلنا أن الجزائر البيدوزاريو كتجند أطفال صغار. وشفنا يعني في روبورتاج أنا تفرجت فيه، شفت ان اطفال رجال قال لك انهم ما شافوش الاهل ديالهم من 30 سنه او 40 سنه من الولاده، فاش ياخذوهم كيديهم لكوبا وكيمشيو جنوب افريقيا وكيبقاو هناك حتى يتجندوهم على حرب العصابات وعلى هذا التسلل المنطقه العازله باش يديروا الارهاب في المغرب. المغرب الان غادي يبدا يحقق في هذه المسائل، لان بصفته انه رئيس يعني مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده غادي يرفع دعاوى على هاد الناس اللي يديروا هذا الجرم. هذا جرم، وجرم تيكون كاين فين هذا الجرم هذه الجريمه كتوقع فوق الاراضي الجزائريه. يعني الجزائر هي كتحمل المسؤوليه القانونيه، لان هناك محتجزين ليس بإرادة ديالهم مريحين في هذا الأماكن الصحراوية، معزولين عن العالم. ما عارف هذا التقدم وهذه التكنولوجيا اللي في العالم ما كيعرفوهاش. هما يعني صحاري ورمال وخيام. هذا هو المجتمع اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه وكيفهموا بأن هذا هو العالم. مع أن يعني القائمين على هذه المنظمة الإرهابية، هذه الجماعة الإرهابية، فهم كيعيشوا في رخاء وفي قصور في أوروبا وفي
يعني اسبانيا فرنسا. هنا الجزائر تتحمل مسؤوليه هاد المحتجزين. هادو راه مغاربه وغير راضيين بهذا الوضع، ولكن هما محتجزين بالقوه، لان شفنا شهادات عيان، شفناهم بعينينا ان الناس كيجيو كيهربوا تيتسلوا كيدخلوا للمغرب وكيبداو يعاودوا تيحكيو يعني على هاد الجرائم اللي كتوقع في هاد المخيمات. المغرب غادي يفتح بزاف ديال قضايا ديال الاعتداء، او هذا الاعتداء الهمجي اللي كيعتدي هذا البوليزاريو على المغرب، ولا الاطفال اللي كيتولدوا وكيتباعوا، احيانا تتباعوا العائلات في اوروبا، ومنهم من يعني كياخذوا اعضائهم تيتباعوا لعده يعني اشياء باش مهم استغلال الاطفال، واللي كيبقاو تيبقاو محتجزين وكيبقاو مجندين. يعني الحرب ديال العصابات وانهم تيديروهم في الصفوف الاماميه اذا كان شي هجوم تيضحيو بهاد الاطفال هما الاولين. يعني المغرب غادي تناول عده قضايا، منها قضايا ديال المساعدات اللي كتنهب يعني وشفناها كيفاش كتمشي للجيوب ديال رؤوس العصابات وكتمشي للابناك يعني. وهذا يعني حتى هو راه فيه ظلم كبير لهذا المجتمع اللي كيعيش في هذيك البيئه اللي هي غير انسانيه، بيئه خاص يعني واحد التحرك من جهتهم، لان الجزائر او يعني هاد الناس راه ممكن يديروا اباده جماعيه لهذا المجتمع الصغير اللي هو محاصر تما، لان ما عندهم سوق فيه. وحتى ان الجزائر التي يشكل عليها دوك هاد الحجره اللي كيف ما دار هذا الرئيس، قال انه دارها في الحذاء ديال المغرب، فاصبحت هي في حذاء الجزائر الان. والله يديم خلق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيت غير يعني نذكر الناس بان هناك اطفال كيتستغلوا من طرف هاد جبهه الوهم، وكيتستغلوا وكيتجندوا، ومنهم من انه كيتختطف من العائلات ديالو وكيمشي لدول اللي هي كتأيد هذا الطرح ديال الانفصال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.